لو رحت اتمشيت في شوارع ألمانيا وقلت إنك مصري هيقولوا لك أنت من بلد محمد منير. طبعا مؤخرا بقى محمد صلاح، لكن في الأساس وقبل محمد صلاح بكتير قوي منير كان ولا يزال معشوق الألمان الأول من العرب. تعالوا عشان أحكي لكم حدوتة. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، ويلا بينا. يوم 10 أكتوبر سنة 1954 اتولد طفل صغير في جمعية منشية النوبة بأسوان. اتفق أبوه محمد أبي يزيد جبريل وأمه أمينة محمد حسن إنهم يسموا الطفل ده محمد. طفل أسمراني جميل لمح فيه أهله من صغره إنه حسه حلوة، وده التعبير اللي كانوا بيستخدموه بالظبط. ولكن ما كانش يخطر في بالهم إنه ممكن في يوم من الأيام يبقى مغنواتي على حد تعبيرهم، لأن دي كانت وصمة عار على جبينهم في وقتها. المهم قضى الطفل ده بدايات حياته في النوبة قبل ما يهاجر هو وأسرته لأسوان بعد ما غرقت قرى النوبة كلها ومنها قريته تحت بحيرة ناصر. في السبعينيات بيسيب منير أسوان وبيقرر إنه ينزل القاهرة. بيديله والده 75 قرش وبيوعده إنه كل شهر هيديله 3 جنيه، وبيسيبه في محطة القطر عشان ينزل منير في محطة رمسيس. بيقول منير إنه في اللحظة دي قال أنا هبقى حاجة مهمة في البلد دي، مطرب كبير وذو شأن. التحق منير بكلية الفنون التطبيقية قسم تصوير سينمائي، وزي ما بيقول على لسانه إنه كان كيف سينما من صغره، وبدأت تبرز حنجرته كهاوي. وفي فترة الجامعة بدأ ياخد منير خطواته الأولى. فاروق أخو منير كان بيغني وقال لمنير أنا هعرفك على واحد صديقي نوبي. قال فاروق لصديقه أنا أخويا صوته حلو جدا عايزك تسمعه وهعرفك عليه. مين بقى الصديق ده؟ أحمد منيب. اللي ما يعرفش احمد منيب هو كان رائد ثوره الاغنيه الشبابيه، كان بيدمج الالحان والموسيقى النوبيه مع كلمات عاميه مصريه شعبيه قاهريه عشان يقدر يقرب ويوصل ثقافه النوبه دي لكل مصر. وبعد كده اكتر من 12 اغنيه اتحولت من نوبي لقاهري. اقتنع منيب بمنير وبعد كده عرفه على عبد الرحيم منصور. حس منيب وعبد الرحيم منصور انهم اخيرا لقوا ضلتهم في الشاب الصغير ده، وادركوا انهم في طريقهم لصنع اسطوره غنائيه حقيقيه. وبدأت مرحلة جديدة، ثورة غنائية غيرت شكل الأغنية من عاطفية قائمة على الهجر والفراق والعتاب لأغنية عن حب جديد خالص وتجربة حياتية جديدة. وده منير قاله بنفسه في أحد الحوارات لما قال حسيت إن منيب وعبد الرحيم لو ضلتهم في حنجرتي، الحنجرة اللي قادرة تستوعب التجديد. وجرأة عبد الرحيم منصور حنجرة تعبر عن الوطن. كان لازم يلاقوا ضلتهم في حنجرتي، لأن لو أنت وديت الأغاني دي الوردة ولا نجاة الصغيرة ولا الشادية كانوا لسه ما تعودوش على جرأة عبد الرحيم منصور. صحيح. عشان يكتب عبد الرحيم منصور 36 أغنية لمنير في تاريخه. عبد الرحيم منصور عرف فاروق أخو منير على بليغ حمدي باعتباره موهبة، ولكن بليغ لفت نظر منير اللي واقف بعيد. سمع صوته وأدرك إن هو ده الاكتشاف الحقيقي، وقدم له أغنية كانت عربون محبة وهي أغنية أشكي لمين. ولكن بسبب خلاف بسيط ما بين منير وبليغ خلى بليغ يسحب الأغنية من منير ويديها لمحمد الحلو. أشكي لمين أحكي لمين دنيا بتلعب بينا. واتحرمنا من لحن بليغ لمنير، ولكن منير مسكتش كعادته وعاد غناء الأغنية من تاني في ألبومه شبابيك سنة 1981. أشكي لمين واحكي لمين دنيا بتلعب بينا. ما هو دي كانت عادة منير، كان بيحب يغني الأغاني اللي بيحبها المطربين تانيين. والفكرة دي اتقابلت في البداية بالهجوم واتقال إن ده إفلاس فني، ولكن بمرور الوقت الناس استطعمت الأغاني دي بصوت منير، وفي بعض الأحوال نسيوا إن كان في حد تاني مغنيها قبله. اللي بيميز تجربة منير إنها كانت تجربة جاهزة ومتكاملة. منير لما وصل من النوبة وأمن بيه أحمد منيب وعبد الرحيم منصور وأخدوه مع شوقي حجاب في إيديهم وقالوا لهاني شنودة إن إحنا معانا مطرب نوبي من الجنوب، وأعجب هاني شنودة بموهبة منير وانضم ليهم. وفي الوقت ده هاني كان بيتميز بالألحان والتوزيعات الغربية، فحصل مزج بين الموسيقى النوبية والسلم الخماسي والموسيقى الغربية والشرقية مع بعض. كانت تجربة ناقصها حاجة واحدة بس، شركة منتجة تؤمن بالمشروع. وبالفعل نجح هاني شنودة والصديق خالد رشدي انهم يقنعوا شركة سونار لألبر ثابت انهم يتبنوا منير وينتجوا له. وبصراحة كانت جرأة تحسب لشركة سونار اللي امنت بمشروع منير وتجربته الجديدة والفريدة من نوعها. وبدأ منير المشوار بأول شريط ليه وكان اسمه أمانة يا بحر سنة 1977. أمانة يا بحر تستلم الأمانة أحبابنا يا بحر
وبيقول ان اول اجر من الشركه ساعتها كان 300 جنيه. وللاسف الالبوم ما حققش النجاح المطلوب، والسبب هو ان الالبوم كان ثوري زياده عن اللزوم مقارنة بالفترة دي، بأغاني زي عذاب النفس وعلموني عينيكي ويا بلادي يا غريبة. وكسر منير شكل الأغنية الطربية أو الغنى العثمان لي زي ما كان منير بيقول. وفي الوقت ده أطلق عليهم جيل التغيير اللي كان بدأوا محمد نوح من قبلهم، وبعد كده قاد منير لواء التجربة الجديدة. وبعد كده جه الشريط التاني بنتولد، وده كان امتداد للثورية والدفاع عنها بأغاني مهمة جدا زي بنتولد وميلي ميلي، والكلام ده كان سنة 1978. ولكن الغريب المرة دي ان الشريط لقى نجاح، وقرروا ان هم يعيدوا تغليف الالبوم الاول اللي فشل، وسموه علموني عينيكي واعادوا توزيعه. علمونا عينيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح. بالفعل بمرور الزمن نجح الالبوم، ولكن الصحافه نظرا لانه نوبي وبسبب لونه ما اتكلمتش عن اول البومين، ودايما كان حاسس منير ان في اضطهاد او تمييز. ولكن لما صوته لفت الانظار في تتر مسلسل اللسان المر ومسلسل طيور بالاجنحه، بدات الصحافه تتكلم عنه وقالت نصا مغني من النوبه. اتخرج منير من الكليه ودخل الجيش، وكان معاه في الجيش حسين الامام وعلي الحجار، وكانوا في الشؤون المعنويه، وكان مهمتهم انهم يلفوا على كتايب وحدات الجيش يغنوا للجنود. حوالي اكتر من 300 ألف شاب مصري. بيقول منير انها كانت من اجمل فترات حياته. وخرج منير من الجيش وبدا يشتغل في النايل جاردن والملاهي الليليه زي كازينو الليل، لغايه ما انضم يحيى خليل وفرقته للتعاون ده بعد ما اقتنع من هاني شنودة بصدق تجربه منير الفنيه. ومنع يحيى خليل منير من الغنى في الملاهي والافراح، وبدات حفلات الجامعه، وبدا منير مرحله جديده في مشواره. اثمر انضمام يحيى خليل وتعاونهم مع فريق امبريدو عن شريط شبابيك سنه 1981 اللي عمل مبيعات هايله جدا، وكان الالبوم بدايه دخول موسيقى الجاز في مصر. وتصنف البوم شبابيك من ضمن افضل البومات الموسيقى العربيه والافريقيه في القرن العشرين، حتى ان الاغاني اللي في البوم شبابيك كانت بتدرس في كليه تربيه موسيقيه من ضمن المناهج. والمفارقه ان الالبوم ده تم تحضيره في كنيسه، واشهر اغانيه ابتدى كتابتها في السجن. في تصريحات لموقع مصراوي بيقول نادر محمد المدير الفني لفرقه منير، بيقول ان الاستعداد للالبوم ده كان في كنيسه في ميدان الاسماعيليه في مصر الجديده. كان الراعي قسيس اسمه عجمي، من كتر حبه للموسيقى عمل مبنى جوه الكنيسة بيضم مكان للفرق الموسيقية اللي كانت موجودة في الوقت ده، منها فرق الرمجام والهوت ستاف ويحيى خليل، والكل فريق كان ليه غرفة بيعمل بروفاته فيها. أما عن مفارقة السجن، أغنية شبابيك نفسها كتبها الشاعر مجدي نجيب داخل سجن الواحات، كان بيعبر فيها عن غربته ووحشته داخل السجن. قلت أنا عاشق ساقوني كتير المر ورا الشبابيك، قلت عاشق ساقوني المر ورا الشبابيك والدنيا كلها شبابيك. معاني صريحة تعبر عن السجن وإنه مش بيشوف الدنيا غير من شبابيك السجن، وفيها لوم وعتاب المحب لوطنه اللي بيعشقه ولكن بيسقيه المر. واغنية الليلة يا سمرة كتبها الشيخ العامية المصرية فؤاد حداد في نفس السجن، وكان يغنيها المطرب محمد حمام، ولكن حصل خلافات خلت يحيى خليل يشتريها. وكانت رائعة منير اللي فاز بيها في استفتاء BBC في أفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين. ضم الألبوم أغاني مهمة تانية كتير زي الكون كله بيدور وشجر الليمون اللي كانت عن فلسطين، وكتير ما فهموش ده إلا بعدين. وده بيفسر اللي قاله بعد كده الناقد عبد الله غلوش إن أهم ما يميز منير الرمزية، إنه ما كانش مباشر في أي شيء بيقدمه، كان دايما بيخليك تفكر. الغنوة ممكن تتاخد عن الحبيبة أو الوطن. الوطن كان هو معشوق منير الأول. في الوقت ده كان في تغيير واضح قوي في شكل الموسيقى وشكل الأغنية، وكان منير بيغير جلده، حتى انه غنى بعض الأغاني النوبية زي أبياصة وكدودة، وده مش كتير قدروا يستوعبوه. وكان بيتعرض منير للاتهامات انه مطرب نخبوي وللمثقفين وانه بعيد عن الناس، وتعرض منير لتجاهل كامل من الإعلام المصري. وفي أحد اللقاءات بيسأل الأستاذ حامد العويدي منير عن تجاهل الإعلام المصري ليه، رد منير وقال أنا مسؤول عن عدم وجودي على خريطة الإعلام المصري، لأني أرفض الأساليب التي يتبعها البعض
لكي يظهروا، ولا أملك مجهود إضافي للبحث عن وسائل لتقديم فني. الشكل الإعلامي الثابت المطروح للأغنية هو شكل فاشل من وجهة نظري، وبالتالي يجعلني أبتعد عنه. منير كان خامة تانية زي ما بيقولوا، مش بس غير في شكل الموسيقى والأغنية، لأ ده غير في شكل المطرب نفسه. كان في توقيت صعود منير شكل نمطي للمطرب، انه لابس بدله وواقف متخشب على المسرح. منير جه غير كل ده، فتعرف بأدائه التلقائي وانه مش لازم يلبس بدله او لازم يقف متخشب قدام المايك. وكان جديد على المصريين في الفتره دي انهم يشوفوا مطرب ببنطلون جينز او تيشيرت والوان غريبه، ده غير كمان حركاته العصبيه زي حركه الثلاث صوابع الشهيره، ولهجته الهجين ما بين القاهريه والاسوانيه. دي كلها امور خلت كتير ينكروه، ولكن الشباب بدأت تعجب بيه مع الوقت. قدر يحطم صورته بأنه مغني نخبوي للمثقفين، وبقى من العادي ان انت تسمع صوته في الشارع. وفي الوقت ده كان في فرقة بتعمل حفلات لحساب معهد جوتا الألماني، وحبب منير واقتنع بيه. وفي الوقت ده اتعرف منير على عازف الجيتار الألماني رومان بونكا، ووزع بونكا لمنير أغاني كتير. ومن هنا بدأت علاقة منير بألمانيا اللي اتكلمنا عنها في الأول. بعد كده دعته فرقة لوجيك أنيمال وأمبريو، وراح منير غنى في ألمانيا وبدأ هناك ب 500 واحد، لغاية ما منير حاليا بقى ليه جمهور بالملايين في ألمانيا. ولما بيسافر بيتعاون مع فرقة اتش اند اتش بقيادة المصري الألماني عادل الطويل. منير تخطى كل حدود الزمان والمكان واللغات، وأثبت إن المزيكا لغة عالمية. في نفس الفترة طلب المخرج يوسف شاهين منير عشان يغني في أحد أفلامه، وطلب شاهين من يحيى خليل إن منير يقعد شهرين بدون أي تسجيل عشان يتفرغ، وطلب إنه يشيل كل التراكات وإن منير يغني بصوته بس، لأن ده سر قوته. وكان فيلم حدوتة مصرية اللي اتعرض سنة 1982، وكانت الأغنية الأيقونية حدوتة مصرية اللي كتبها عبد الرحيم منصور ولحنها أحمد منيب بشعور الوطن المنكوب. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية. بعدها توصف منير بانه حنجرة شاهين السينمائية، ولكن الوصف ده ما عجبش شاهين في وقتها. وفي سنة 1983 بيستمر تعاون منير مع يحيى خليل في شريط اتكلمي، اللي بيضم اغاني زي يا ليل عودي تاني والحقيقة والميلاد وعقد الفل والياسمينة، اللي كانت التعاون التاني مع فؤاد حداد، واغنية تعالى نضم اسامينا اللي منير ساعتها كان شايف ان هي لايقة على احمد عدوية اكتر، ولكن يحيى خليل اقنعه غنيها. وبعدها سافر منير وعمل حفلة في أسيوط في عز الأحداث الإرهابية هناك، ومع ذلك الصحافة تجاهلت ده تماما. ولكن منير كان بيعمل كل ده عشان يرضي قناعاته وإنه يقف ضد موجات التطرف. منير كان شايف دايما إن الفنان لازم يكون صاحب هم وقضية، ولازم دايما يكون محارب. بيقدم منير سنة 1986 شريط بريء، اللي ضم أغاني زي الجيرة والعشرة اللي كانت آخر تعاون بين منير وعمنا فؤاد حداد، وأغنية يا غربتي وأغنية القدس. ولو هنلاحظ هنلاقي إن منير بياخد فترة بين الشريط والتاني، يبحث ويذاكر ويفكر ويدور على عيد جديد، مش بيعمل أي سبوبة والسلام. وفي نفس السنة دي طلبوا شاهين من تاني، مش بس عشان يغني، لأ عشان كمان يمثل في فيلم اليوم السادس. منير ارتاح في التعامل مع شاهين، وشاهين شاف نفسه في منير، والاتنين وجهان لعملة واحدة. الاتنين همهم كله كان الوطن وآلامه. وبالفعل أدى منير دور صغير في فيلم اليوم السادس، وغنى أغنية بعد الطوفان، وبعدها اتحط على الخارطة السينمائية. بعد الطوفان نلقى الصديق الزين. في سنة 1987 بيقدم منير شريط وسط الدايرة، اللي ضم أغاني زي الناس نامت، أتحدى لياليك، وعشقك الندى، عشان ده يكون آخر تعاون بين منير وشركة سونار. سنة 1988 انضم منير لفريق مسرحية الملك هو الملك من بطولة عم صلاح السعدني. ما هو مفيش نوع من أنواع الفنون سواء غنى أو سينما أو مسرح أو تلفزيون منير ما مارسوش. فضلت المسرحية تتعرض من سنة 1988 لغاية سنة 2006، وفي بداية عرض المسرحية أطلق صلاح السعدني عليه ملك النوبة، ومن بعدها مسكت فيه والجمهور أطلق عليه اسم الملك لحد النهاردة. لغاية هنا ده كله كويس، بس فين المشكلة؟ تعالوا أقول لكم. منير كان بيحب أغاني المسرحية اللي ملحنها حمدي رؤوف جدا، وكان حابب يعيد استخدامها في ألبوم، لكن شركة سونار رفضت ووصفت الأغاني دي بالسوقية، فحصل الخلاف بين منير وشركة سونار وتم الانفصال. خلصت المشكلة؟ لا، مضى منير عقد مع شركة ساوند في أمريكا، وقرر إنه يجمع الأغاني دي في شريط اسمه المشوار مع شركته الجديدة، وهنا يتجدد الخلاف وزاد، وبدأوا يهددوه بالوقف عن الغنى أو السجن. حزن منير وفكر في الاعتزال، وقال أنا هعمل استوديو على النيل أغني فيه مع نفسي وخلاص. ولكن هتروح فين من ندهة الفن يا ملك؟ دي أسراك
وأثرتنا معاك. على طول في نفس السنة بيطلبوا المخرج خيري بشارة في فيلم يوم حلو ويوم مر، بطولة مين؟ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وازاي يرفض منير يقف قدام ست الكل؟ راح منير بحماس شديد وقعد مع خيري وشافته فاتن، وفي البداية كانت معترضة على اختيار منير لأنها كانت شايفة ملامحه طيبة وما ينفعش يعمل دور شرير، ولكن أقنعها خيري بشارة. وبالفعل عمل منير الدور بإتقان، وأثناء الشغل اقتنعت فاتن حمامة بالاختيار. في سنة 1989 بيقدم منير شريط شوكولاتة، وده اتحقق فيه حلم منير. منير كان بيحلم انه يغني من ألحان كمال الطويل، وتحقق الحلم ده أول مرة في أغنية مش جريء في الألبوم ده، وأغنية بره الشبابيك اللي اتصورت فيديو كليب لأول مرة وقتها. مش بريء وفي حبك مش جريء، من حبك مش بريء. بيقول منير انه اتوتر جدا وهو بيسجل اغنيه مش جريء بسبب وجود كمال الطويل، فخرج كمال الطويل عشان منير يعرف يغني. وبدا كمان تعاون منير مع الخال عبد الرحمن الابنودي في الالبوم ده، اغنيه مش جريء وشوكولاته وكل الحاجات وبره الشبابيك، 4 اغاني من اصل 8 في الالبوم ده كتبهم الابنودي لمنير بالإضافة لألبوم كامل. دي حصيلة تعاون الأسمرين اللي معجونين بطين هذا الوطن. منير كان مع هاني شنودة وفرقته قبل ما تبقى فرقة المصريين، ولكن عاطف منتصر جمعهم وعمل بيهم فرقة المصريين. وإحقاقا للحق هاني شنودة كان شايف ان منير ليه سكة لوحده ولازم يغني لوحده لانه مشروع مستقل، ولا يجوز انه يكون محسوب على فرقة او من ضمن فرقة. المهم بمرور الوقت بدأ يطلب عاطف منتصر من هاني شنودة انه يتخلى عن الالحان النوبية شوية والشكل الشرقي واحتفظ بالشكل الغربي لفرقة المصريين. وهنا جات لحظة فارقة في مشوار منير وحصل الخلاف، وقرر منير انه ينفصل عن هاني شنودة. وفي رواية اخرى بيقول هاني شنودة ان السبب الرئيسي في الخلاف ان منير ويحيى خليل كتبوا ان مرحلة هاني شنودة انتهت واحنا دلوقتي في مرحلة جديدة، لدرجة ان الصحفي اللي هينشر الكلام ده كلم هاني شنودة شخصيا وقال له لو قلت لي ما تنشرش مش هنشر. راح هاني قال له انشر، بس بيقول نصا انا خدت على خاطري. وايا كان ايه هو السبب الحقيقي، بس الاكيد اننا خسرنا تعاون كان فارق في حياة منير. بيكمل منير وبيقدم سنة 1990 شريط يا اسكندرية اللي بيمثل ثورة في حياة منير، وبيقدم لأول مرة أغنية نوبية في شريط وهي كدودة. كمان بيتعاون فيه لأول مرة مع صلاح جاهين في أغنية المريالة الكحلي وبيتكلموا، وبيتعاون مع حسن أبو السعود لأول مرة في أغنية بلح أبريم. تعاون منير مع حسن أبو السعود اللي كان بيتعاون مع عدوية في الوقت ده كان رغبة من منير في القرب من الناس والبعد عن الاتهامات بالنخبوية اللي اتكلمنا عنها في البداية. وكمان اتعاون في الألبوم ده مع رومان بونكا وفريق أمبريدو. وفي نفس السنة بيقدم منير شريط مقدرش. في الوقت ده كان منير أصبح نجم وكان شايف إنه قادر يبقى رئيس المركب ويحمل لواء مشروعه، في حين إن يحيى خليل كان شايف إنه هو المبدع الحقيقي وهو صانع المشروع. وكان معروف عن يحيى خليل حبه للظهور والنجومية، حتى إن بعض أعضاء فرقته كانوا بيشتكوا من ده ومن عدم وضع أساميهم على الأغاني. ولأن المركب اللي لها رئيسين بتغرق حصل الخلاف الكبير وتم الانفصال بين منير ويحيى خليل، واستمر الخلاف لسنوات. واللي بدأوا يحيى خليل في كل ظهور إعلامي بإنكار منير ونسب نجاح المشروع لذاته، فرد عليه منير بموقف قوي. تعالوا اقول لكم عمل ايه. في سنة 1991 بيجي اوان شريط مشوار اللي عاد فيه منير توزيع اغاني كتير ليه من اول 5 شرايط زي علموني عينيكي، شجر الليمون، وبنتولد، واللي كان فيهم تعاونات مهمة مع يحيى خليل. ولكن المرة دي ما كتبش اسمه على الشريط زي ما كان دايما بيتكتب، وهنا اشتعل فتيل الخلاف اكتر. في سنة 1992 بيقدم منير شريط الطول واللون والحرية واللي ضم اغاني زي عصفور وصغير السن وغيرها. سنة 1994 بيقدم منير شريط افتح قلبك اللي بيضم اغاني زي جنني طول البعاد، عينيكي تحت القمر، لو بطلنا نحلم وغيرها وغيرها. ولكن بيلاحظ الجمهور والنقاد ان منير ما تعاونش مع منيب غير في اغنية واحدة وهي افتح قلبك. افتح قلبك مرة مرة للأسمر والسمرة، افتح قلبك مرة مرة للأسمر والسمرة. وفي سنة 1995 بيقدم شريط ممكن اللي بيضم أغاني زي حواديت وبرج حمام وأجمل حكاية. سنة 1996 بيقرر منير إنه ينفصل عن أحمد منيب لأول مرة من بداية مسيرته بعد 45 لحن
قدمهم منيب لمنير في مشواره، وقال منير انه كان محتاج يجرب الوان جديده وكانت دي مرحله التغيير. والبعض قال ان انفصال منير عن احمد منيب كان عندهم في الصحافه والاعلام اللي كانوا بيقولوا انه مش بينجح غير بوجود منيب. وبالفعل تم الانفصال الفني رغم استمراريه الود، وقدم منير في السنه دي اول شريط بدون منيب وهو من أول لمسة اللي كان من أهم ألبومات منير، وضم أغاني زي قلبك على قلبي وبالحظ والصدف وعمر عيني ويا أنا وقلبك الشاطر. على الرغم من كده الألبوم ده ما عملش نجاح كبير لأن عمرو دياب كان مكتسح السوق، فأصيب منير بالإحباط وفكر في الهجرة وقال أنا هروح بلد تقدر الاختلاف والإبداع، فين أنا من الإعلام المصري. وتداعت على منير كل الأفكار السلبية والتراكمات القديمة، ولكن على مين؟ ابن النوبة الجدع عمره ما يتكسر. بيرجع منير سنة 1997 بعد ما بيندهوا أستاذه وأبوه الروحي يوسف شاهين، وبيتفرغ تماما لدور مهم في فيلم المصير. وقدم منير في الفيلم ده بعض الأغاني اللي أصبحت أيقونات محفورة زي جمر الهوى من ألحان كمال الطويل وعلي صوتك، اللي كان بيحكي منير انه كان بيغني وما كانش بيعجب الغنى كمال الطويل او حتى يوسف شاهين اكتر من 20 مرة، لغاية ما منير راح باكي بخبز ولقم عشان يخفوا عنه. وفعلا اول ما شافوا الدموع خرجوا وسابوه يسجل لوحده. سجل في 5 دقايق وعجبتهم ورضيوا بيها وطلعت التحفة الفنية المعروفة. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. وقال منير بعد الفيلم الكلمة الرافضة تأثرني، ودي جملة تلخص فلسفة منير في مشواره الطويل. سنة 1998 بيقدم منير شريط حبيبتي، وده بيضم أغاني مسلسل جمهورية زفتة. في نفس السنة كانت منتشرة قوي ظاهرة الممثلين البيض، فمنير قال أنا عايز أعمل حاجة تمثل صورة مصر الحقيقية مش الدنماركيين البيض دول. فكان بكار الطفل النوبي الجميل اللي أصبح أيقونة على مدار سنين وسنين لحد دلوقتي. من صور وصور السن وعارف معنى إنه من قلبه روحه مصري والنيل جوا بيسري. منير شاف نفسه في بكار وقدم لنا تتر البداية والنهاية اللي عايشة في قلوبنا كلنا لغاية دلوقتي. وفي سنة 1999 بيقدم منير شريط الفرحة عشان يبدأ مع الألفية الجديدة حقبة مختلفة ويتعاقد مع شركة فري ميوزك للمنتج نصر محروس. ويقدم منير سنة 2000 ألبوم في عشق البنات اللي كسر الدنيا وقتها بأغنية في عشق البنات. غيرها زي خايف ويا طير يا طاير وربك لما يريد، وبيعيد غناء أغنية أنا بعشق البحر وبيصورها كليب. سنة 2001 قدم منير ألبوم أنا قلبي مساكن شعبية اللي ضم أغاني مهمة زي سو يا سو وبتبعديني ولما النسيم، وبيعيد إحياء التراث بأنه غني أغنية من ألحان بليغ حمدي وهي أغنية حكايتي مع الزمان. ولأن الفنان لازم يكون صاحب قضية، منير عمره ما سكت. بعد أحداث 11 سبتمبر قدم منير سنة 2002 ألبوم من الأرض والسلام اللي اتشهر باسم مدد، لأنه ضم أغنية مدد يا رسول الله اللي كسرت الدنيا وقتها واتعملت بألحان صوفية لدعم الإسلام، تأكيد إنه دين تسامح مش إرهاب. لا احنا مع الإرهاب ولا احنا مع تجار الحروب، احنا بني آدمين. احنا اللي قلته في أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء الدم كله سواء حرام بأمر الله بس. وحصل ساعتها منير على جائزة السلام من قناة CNN. وسنة 2003 بيقدم منير ألبوم أحمر شفايف اللي ضم أغاني مهمة زي آية اسمراني وشمندورة وحرية، ونجاح ورا نجاح. وبتحصل لمنير غزارة إنتاج بأنه في سنة 2004 قدم ألبوم حواديت، وسنة 2005 قدم ألبوم امبارح كان عمري 20 اللي ضم أغاني مهمة زي بننجرح وإيديا في جيوبي وصوتك وغيرها كتير. وفي سنة 2008 بيقدم منير ألبوم طعم البيوت اللي ضم أغاني مهمة على رأسها طبعا أغنية يونس. اللي ليها قصة حكاها منير على لسانه. محمد رحيم راح لمنير وقال له أنا معايا لحن الأغنية كده. منير سمع كلمة الهلالية وراح قايم وطايح فيه وقال له محدش يكتب السيرة الهلالية غير اللي تعب فيها سنين، غير عبد الرحمن الأبنودي. وبالفعل راح للأبنودي وعرضوا عليه ووافق، وبقت أيقونة يونس
اللي قال عنها الأبنودي بعد كده: منير لخص مشوار حياتي كله في 5 دقايق. وهنا بتظهر أخلاق المطرب، وضم الألبوم أغاني تانية زي أبو الطاقية وتحت الياسمينة اللي فاز بيها بالجائزة البلاتينية لأفضل مطرب مصري وعربي، واللي شاركوا الغنى فيها المطرب العالمي عادل الطويل مع فريق إيشونديش، وكانت من أشهر الفرق الغنائية العالمية وقتها. واستحق منير جائزة اليونيفرسال العالمية بعد ما وزعت الأسطوانة اللي بتضم الأغنية 700,000 نسخة، وبقت أعلى نسبة توزيع في ألمانيا وقتها. وفي نفس السنة وعن نفس الأغنية حصل على المركز الثالث في الاستفتاء الجماهيري نظمته قناة بروسفين عن أفضل أغنية في ألمانيا. تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاديني. تعاقب منير بعد كده مع شركة أرابيكا ميوزك للإنتاج وشركة أرتلاين للتوزيع عشان يقدم معاهم في سنة 2009 رباعيات في حب الله. في منتصف عام 2009 قدم منير للقنوات المصرية أغنية إزاي اللي تم تصويرها في يوم 1 من إخراج هادي الباجوري، ولكن القنوات المصرية رفضت تاخدها وتذاعها، فغاب منير وتقوم ثورة يناير، فياخد منير جنب يتأمل الوضع ويعيد منير تقديم الأغنية تاني في سنة 2011 عشان تبقى أيقونة الثورة وقتها. صحيح كل شيء بأوان. ازاي ترضي لي حبيبتي اتمع شق اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي وما انتش حاسة بطيبتي ازاي. بيغيب الملك بعدها وبيراقب الوضع المتقلب من بعيد، وبيرجع لجمهوره سنة 2012 بألبوم يا أهل العرب والطرب اللي بيضم أغاني مهمة زي رمان وقلبي ما بيشبهنيش وأغاني غيرها كتير. وفي سنة 2016 بيقدم منير مسلسل المغني، وتعرض المسلسل كالعادة بالنسبة لمنير لبعض الهجوم من النقاد والصحافة. وفي سنة 2017 قدم ألبوم الروح للروح دايما بتحن اللي ضم فيه أغاني من مسلسل المغني عشان يكون ده آخر ألبوم كامل لمنير. 40 عام من العطاء حصل منير فيهم على الجائزة المسية من باما أوردز، وفاز بجائزة أفضل مطرب في مسابقة ميما سنة 2008. كمان تم تكريمه من إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي في افتتاح دورته ال30. مازال منير موجود ومازال بيقدم لنا أغاني. منير هو صوت الطمي وصوت النيل، عاش عشان الناس وعشان يغني ويوصل صوته لكل العالم. وفي أحد اللقاءات بيحكي منير موقف ملخص لكل شيء. بيقول منير إن بعد وفاة والدته سنة 1983 بعد انتهاء العزاء بالليل دخل منير الحمام ولقى نفسه بيغني، وهنا أدرك إن والدته ماتت الصبح. منير كان لما يفرح بيغني ولما يزعل بيغني زي ما كانت بتقول أغنيته: أفرح أغني، أحزن أغني، أتعب أغني، دايما بغني. منير ما كانش بيكدب علينا في أغانيه، كان دايما بيكلمنا عن نفسه وكمان عن نفسنا. ودي كانت حلقتنا عن حدوتة بلدنا، حدوتة مصرية. وبس كده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. وسلام.